هذا هو اللايف اللي خرج على ايمن سامباي. ناخذ الوزير ديالكم اللي ضرو راسو، اللي بدا كيبكي، اللي حس بيدو كتنمل عليه، اللي حس بشي حاجه ماشي تلهيه، خرج من اللايف. راه بزاف دابا يكون حسوا شي حاجه. حماده الشمري اللي ضرو راسو، اللي بدا كيبكي، اللي حس بيدو كيتنمل عليه، اللي حس براسو كيضرو، اللي حس بشي حاجه في الجسد ديالو، خرج من اللايف. خرج من اللايف. اللي ما حس بوالو ومازال ما حس بشي حاجه بقى معانا. مزيانه. ايمن سامباي غادي نعاود لكم شنو طرا ليه من بعد ما شافوه بزاف ديال الناس في واحد الفيديو ظهر فيه البارح. الاسم ديالو كيتصدر ترند في اغلبيه المواقع الاجتماعيه اولا المواقع التواصل الاجتماعي، منها الفيسبوك، اليوتيوب، وكذلك التيك توك. هذا الوليد هو يوتيوبر اللي من القدامى ديال اليوتيوب، اللي بدل المحتوى ديالو على ما اظن 3 ديال المرات. في اول مره كان ايمن كيدير فيديوهات ديال التحدي مع الجن، اولا كيدير تحديات اللي كيبغي يستحضر فيها الجن، اولا كيدخل لشي بلايص اللي يعني المحتوى كامل تيبغي يتواصل مع العالم الاخر، وكيبغي يكتشف شي امور اللي كانت فريمون كترعب جميع المشاهدين، يعني تيغامر وداكشي كان حقيقي. من بعد مده غادي يبدل المحتوى وغادي يدير واحد الكونسيبت ديال انه غادي يبدا يمشي للبلدان ويكتشفهم، يمشي لبعض الامور اللي هي كتعلق بالمغرب، يعني في القديم بلدان اخرى، يعني واحد المحتوى اللي كان غزال وتصوير واعر، وكان داكشي زعما بروفيسيونيل، يعني لا في المونتاج ولا في التصوير ولا داكشي كان عنده غزال وتيحمق، ودائما في اي فيديو حطو كيطلع هو الاول في الطوندونس. وفي نفس الوقت كان كيشاركنا فيديوهات مع الام ديالو، كيديروا سؤال جواب، كيضحكوا، يعني محتوى نقي. ثالث مره اللي هو تنظن في جونفي، يعني في يناير، بدل المحتوى وحتى الشكل ديالو، حيت غادي يظهر بواحد الشعر طويل واللحيه، وبدا دائما تيبدا بالبسمله وحط موراه المصحف، والولد ولا كيتعمق بامور دينيه، وتبدل حتى في الصفه ديالو وحتى في الكلام ديالو، ولا كيهضر في شي امور اللي هي متعمقه بزاف في الدين. وما غنساش نذكركم بان ايمن سامباي في واحد الفيديو قرا كتاب ديال، هو اقر انه قرا، وكذلك قرا بعض المقاطع من كتاب شمس المعرفه. للاغلبيه ديالو كيعرف المحتوى ديال هذا الكتاب، اللي ما كنصحش ان بزاف الناس يمشيو يقراوه، ماشي بدون فائده، ولكن داكشي كيمرضك في خاطرك. البارح غادي تلاح واحد الفيديو في ايمن سامباي اللي ماشي هو ايمن اللي عاهدناه واللي عرفناه. الولد بحال غايب، بحال ما كاينش في الوجود. الاغلبيه تيقولوا راه واكل شي حاجه، تيضحك غير بوحدو. هنا غادي نقول بان هذا الوليد ما عمرني عرفتو واش كياكل شي قرقوبي ولا كيدير شي حشيش ولا كيكمي، ولا بالعكس الاغلبيه ديال صحابو تيشهدوا ليه بانه ما فيه حتى شي بليه الحمد لله، ودريويش وتيخدم على راسو مزيان مع والديه وشاد تيقارو وباغي يخدم في اليوتيوب، وديما تيقلب على الجديد وعلى المحتويات الزوينه. كذلك شفت لي كومونتير تيقولوا اللعب مع الجن ماشي سهل، راه هذاك الشيء اثر فيه اللي كان كيدير، هذوك التحديات راه خطيرين. ربما هاد الهضره تقدر تكون صحيحه، ولكن انا علاش قلت ربما؟ لان ما يمكنش ناكدوا الامر حتى نتسناو خروج الام ديالو توضح لنا بعض الامور. فاش قلت لكم راه هو بدل المحتويات 3 ديال المرات، يعني من بعد ما كان تيدير تحديات الاخر فيديو ديالو اللي دار فيه تيهضر على الامور الدينيه، بحيث انه مسح كل شيء من القناه ديالو. كذلك توقفت له القناه، راه تلغات له القناه من طرف اليوتيوب، وهذه هي النقطه السوداء اللي يقدر يدخلك ليها عالم اليوتيوب. يعني هنا يقدر يكون بدا الاكتئاب ديال ايمن سامباي. ايمن تيهز فيديوهات مثلا كيدير المونتاج من فيديوهات يعني محمله على اليوتيوب،
وهنا اليوتيوب ملي كتجي دير واحد المراجعه تقدر تشد هذوك الفيديوهات كامل يقول لك احنا راه غنلغيو لك الربح حتى تقاد فيديوهات ديالك. يعني خصها تكون شي حاجه اللي هي ديالك، شتي تكون دير غير ثواني بسيطه من فيديو اخر خصك تمسح هذاك الفيديو باش يرجع لك الربح. كيف يعقل ان هذاك الولد عنده الملايين ديال المشاهدات وغادي يمسحوا دوك خصو يمسح اغلبيه الفيديوهات من غير اللي يدير فيهم تحديات بوحدو؟ لان في المحتوى الثاني اللي كان تيبين فيه بعض الدول اولا في المغرب نيت كيبين شي امور كان واخد مقتطفات من فيديوهات يعني ماشي ديالو، الوغ هنا ملزم انه غادي يمسحوا. دونك هنا من قلت لكم راه اليوتيوب كيجرك لهذه النقطه السوداء. يعني انت من غادي تمسح هاد الفيديوهات الكثيره اللي تصدرات كانت مروجه في اليوتيوب وتصدرات الطوندونس، غادي تجي انت وتمسحها باش انه يرجع لك الربح ديالك. هنا كتمرضك، يعني انت خدمتي عليها وبزاف ديال الامور درتيهم على قبل هذوك الفيديوهات، في الاخير خاصك تمسحهم. راه هذه النقطه اللي قدام في اليوتيوب غادي يحس بها، نقطه كتحطمك كتمرضك كتفشل. يعني انت كتوصل سورتو الناس اللي عندهم المشاهدات مرتفعه وعندهم مدخول مرتفع راه كيمرض، لان اليوتيوب راه بليه تيولفك واحد المدخول، تيولفك واحد المشاهدات. اون فوا تيقلوا المشاهدات اولا كتبدا تبان عندك اسهم يعني حمراء، يعني كينزلوا المشاهدات عندك والمشتركين وداكشي، راه كتبدا تمرض في خاطرك. هذه هي النقطه المظلمه في اليوتيوب اللي كتدخلك الاكتئاب. راه كاين اللي غيسمع هاد الهضره وتجيه بسيطه، ولكن راه تنعاود نكررها، الناس اللي خدامين في اليوتيوب هما اللي غادي يعرفوا هذا الشيء، خصوصا ملي كتهبط لك المشاهده. فما بالك ان هذا السيد مسح دوك الفيديوهات كاملين. وهنا غادي يدخل الكونسيبت الثالث اللي هو غادي كما قلت لكم غيبدا يهضر في الدين ويتعمق فيه، وحتى الظهور ديالو كان في شي شكل. يعني هاد النقطه ديال اليوتيوب تلغي لك الربح من الفيديوهات او من القناه ديالك، هذه كانت نقطه مؤثره على ايمن. النقطه الثانيه اللي اثرت على هاد الوليد هما المحتويات الاولى اللي كان كيدير تحديات مع الجن. هاد القضيه راه ما فيهاش الضحك، هاد الناس راه كما خلقنا الله سبحانه وتعالى حتى هما خلقهم. يعني راه الناس اللي تيقول لك لا هادو خزعبلات ما كاينش الجن، راه استغفرت الله بحال ما كتامن شي حاجه اللي خلقها سيدي ربي. فهما راه موجودين وعاطينا التقار، والناس كينوضوا يلعبوا بهذا الشيء وكيديروا هاد التحديات كان هاد الشيء فيه الضحك. راه ممكن يوقع لك مس، وهاد المس راه ماشي فيه الضحك، راه كتمرض في حالتك، راه كتمرض في صحتك، راه كتمرض في عقلك. هاد الشيء اللي كنقول انه اثر على هاد الوليد، لان في ديك الوقيته واخا بدل الكونسيبت الوليد بقى مأثر بهاد الشيء وكان مريض فيه. هاد الشيء تيجي من بعض الروايات اللي كيعاودوها الناس اللي هما مقربين ليه. كان كيدير حصه ديال الرقيه الشرعيه، كذلك الولد كان كيبدا تيعاود شي امور وكيطرح شي اسئله اللي هي كيفاش هاد الشيء علاش، يعني شي امور ما بغيتش نقولهم، يعني شي امور اللي استغفرت الله تقدر تؤدي بك الشرك بالله وكاع تصبح ملحد. يعني بعد ما قرا داك كتاب ديال شمس المعرفه، وهذا الشيء علاش الولد حاول انه يبدل المحتوى ووجهه للصلاه ووجهه انه يامن بالله سبحانه وتعالى وتفرق على داك الشيء. يعني بدا كيتعمق مزيان في الدين لدرجه ان داكشي تخربق ليه في راسو. يعني باقي داك الامور الاولى اللي كانت كطرى ليه، يعني كان كيسمع شي اصوات غريبه في الدار، كان كيحلم شي حلم اللي ماشي تلهي، شي دي كوشمار اللي كيجيوه بقى مأثر عليه. هادشي ما عمر ايمن سامباي قالوا، ولكن الناس اللي مقربين ليه كان كيعاود ليهم، هما اللي صرحوا بهادشي في بعض الفيديوهات البارح اللي ممكن تثقوا بهادشي وممكن ما نثقوش به، ولكن هادشي واقع. يعني حنا كنا متبعين داك الوليد كنشوفوه شنو كان كيدير، شنو حتى التغييرات ديالو كانوا كيبانوا، مره هذا المحتوى مره هنا مره هنا. هادشي راه ما فيهش اللعب وما فيهش الضحك. كنطلب من سيدي ربي البارح بعد داك الفيديو ركبوه الدراري في الطاكسي وصيفطوه لدارهم، قال لك عاوتاني راه عاود جلا ما مشاش للدار ديالو. كنتمنى ان والديه يشدوه ويمشي يتعالج في شي مركز اولا عند طبيب نفساني، راه ماشي عيب، لان داك الوليد ما يمكنش يضيع. عنده تبارك الله ما يقول، عنده محتوى زوين، كيخدم مزيان، باغي يخدم. يعني انا من الناس اللي كنت كنستافد من الفيديوهات ديالو، كنستمتع وكنتمنى ان الفيديو ديالو كنت كنبغي ما يساليش، لان فريمون هذوك هما المحتويات اللي حنا كنبغوهم في اليوتيوب، كنبغيو نشوفوهم.
خذوا العبره من ايمن سامباي. راه كما قلت لكم راه كاينه نقطه سوداء في اليوتيوب. ديروا هذه الجمله اللي قلت لكم في اليوتيوب وتصنتوا مزيان. راه كاينين يوتيوبرز في العالم كامل اللي اكتئبوا، اللي انتحروا، اللي غبروا، بزاف ديال الامور طرات ليهم. قد ما اليوتيوب كيعطيك الشهره، كيعطيك ادسنس، كيعطيك بزاف ديال الامور، راه قد ما انه يقدر يحطمك. سورتو الناس اللي دائما في طوندونس، اللي دائما فيديوهاتهم طالعه. كاين طمع في الفلوس، وكاين طمع انه يبقى دائما يبان احسن من اليوتيوبرز الاخرين. هذه تيكون تحدي بينه وبينهم، تيبغي يعطي محتوى احسن منه. انا كتعجبني هذا الكوتي ديال الطمع ديال الفلوس اللي دابا تنشوفوا ان اغلبيه تيتفاتنوا مع بعضياتهم. عند راسهم راه كيضحكوا على هما راه تيضحكوا على ريوسهم، عند راسهم كيضحكوا على الناس، هما راه ضاحكين على ريوسهم. راه كيعيشوا واحد الواقع اللي ما حاسينش به، ويصحابهم غير اليوتيوب هذا، حتى كيلقى راسو في الحبس، كيلقى راسو مكتئب، كيلقى راسو في السبيطار. راه هذا الشيء تنشوفوه دابا كاين في اليوتيوب. عائلات اللي تشتتوا، عائلات اللي تدمروا بسبب الجشع والطمع في الفلوس. واخدين اليوتيوب كانه خدوه بليه، ما يقدروش يتفرقوا عليه. راه من المصائب اللي كتقدر توديك يعني التهلكه في النفس ديالك، هما انك تطمع. راه كاين اللي كيقول انا بغيت ندير فيديو احسن من فلان، وغادي نغامر بنفسي، وغادي ندير شي امور اللي ما دارها حتى شي يوتيوبر اخر. كاين اللي كيقول انا غادي نتفاتن مع امي، ولا نضرب في ولدي ولا في بنتي باش نربح اكثر، ندير شي حاجه اللي ما دايرينهاش الاخرين باش يكون ربح، او لا يكون انني نتصدر للطوندونس. فردوا البال ريوسكم. الله يشافي هذا الوليد يا ربي، وردوا الاهل ديالو ان شاء الله بخير وعلى خير.